تتربع سطوح الأطلس المتوسط الشرقي على خزان مائي هائل بالقدر الذي يتربع فوقها مجال شاسع لمؤهلات طبيعية وبشرية واقتصادية وتاريخية في ظل التنمية المؤجلة لبعض كنوز منطقته. كنستقبل الناس على أساس نوريهم المنطقة ديالي شنو فيها بزاف ديال الحوايج. وتبقى بلا شك فضاءات مشرقة أخرى في الهامش مخفية تستدعي الكشف عما تخبئه من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية ومن موروثات ذات حمولة ثقافية أصيلة متميزة لا ينقصها سوى سبر أعماقها عن طريق التنشيط السياحي والتنموي المستدام. ووجود نظرة مستقبلية بعيدة المدى هو بالتأكيد الكفيل بكل انتفاع محلي ووطني بما ينعم به كل شبر من أرض الخيرات الأطلسية الشرقية هاته. تركنا قرية حيون المنكوبة وراءنا إذ لا مجال للوقوف والتوقف لمجرد البكاء على المخلفات العمرانية للراحلين عنها. شيعتنا على شفير الوادي وهي تقاسي ثقل الأزمنة وشؤم أشباح الظلام وجذب الأطلال. غادرنا مرغمين مغادرة العاجز أمام أمكنة تجأش بالألم لنصنع الأمل في مقام آخر مفعم بالأحلام وبالآمال وتوقع الأفضل، على أمل أن تكون العودة عودة فيها تحيا حيون لتعود نقشا جميلا صامدا وشامخا كالجبال. قطعا إن قوة هذه الأوتاد الأطلسية الرواسخ لن تموت، فما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبشرية واقتصادية واجتماعية غنية وهائلة باعث مسوغ لفتح آفاق واسعة أمام مستقبل زاهر يعززه تاريخ تليد وماض مجيد. هذا الماء سيدي احمد ديال العين ولا ديال الثلج؟ هذا الماء سي الحسين ديال العيون. الماء ديال الثلج كيكون في الربيع، كيكون الواد كثير، اما دابا في الصيف كيبقى الماء سنويا فيه الماء في هذا الواد جاي من المسارح من العيون، كل بلاصه فيها عين. فين كتسالى السلسله ديال جبل بوناصر كيدوز على ولاد علي وكيهبط لنا لبني حيون وكيهبط لولاد سعيد. هذا الدوار حتى هو السي الحسين سميتو اسري، حتى هو تبع لهذا الدوار ديال بني حيون. واخا صغير هكا؟ واخا صغير، راه غير تيبان غير طاح، فهمتيني، مع الهجره اللي هجروا الناس والديور بداو تيطيحوا في الشتاء وكل شيء وضاعت الارض ضاع كل شيء. مره كان دوار كبير، هاد الجهه سميتها اسري ولكن تبع بني حيون. هذا الدوار ديال بني حيون اللي حنا فيه دابا هذا هي القنطره ديالهم. شحال هذه اللي كانوا كانت هنا القنطره ديال الخشب. خلال هذا الاستكشاف الجديد لما لمسنا فيه من همة وقوة إرادة وإلمام حيوي معرفيا وميدانيا بمونوغرافية مجال منطقة، إنه وبعزيمته صنف من الناس الجديرين بأن يعتبروا هم الأمل بذاته. ومعه لم تنتهي المفاجآت بعد حول هذا المكان المدهش الذي عانى من لجم ذاكرته دون أن تمنح له فرص البوع الآن. فاش كطيح الشتا كيحمل، فاش كطيح الشتا ولا الرعده كيحملوا، هو السبب ديال الهجره التاليه ديال الناس ديال هذا الدوار هذا اللي مورانا، اللي خلينا مورانا ديال بني حيون، حيت هما بحال تقول الفلاحه ديالهم مبنيه على هذا الواد، السقي وكل شيء، الجنانات ديالهم كاملين على هذا الواد. فاش جا داك الفيضان طاحت الشتا وجات ديك الرعده، جات داك الفيضان في 2005، تما فين غيكون السبب ديال ان الدوار يخوف مره، حيت جا الفيضان دا تروح له بمره ولا تدريجيا؟ لا، شحال هذه تدريجيا، عائله بعائله. فاش بقات تقريبا شي 13 عائله هكا كل 10، فاش جا هذا الفيضان في مره هذوك، حيت ما بقى لهم فين غيكونوا. لفهم ذاكرة هذا المجال الجغرافي أكثر وضمنه قرية حيون، سنرصد موقعا مهما بمثابة أحد مكوناته التي تتدخل في خلق وتعليل أسباب الوقائع والتحولات العميقة التي خضع لها. فربط المجال بين زوينة مزيان، طاب من الأحسن نقدناه من هذا الماء ما يموتش. طاح من الفوق، لا هذا الفرخ محظوظ، لقد نجا بأعجوبة وهو ساقط من عشه بمستوى عال. إنها سقطة الموت بالنسبة لمعظم الفراخ في مثل هذه الحوادث. هذاك
اللي شفنا اللي لقينا في الطريق من هنا كيطيحوا. من هنا كيطيحوا. هذه الأجراف المبثوثة هنا ملاذ ملائم لنمط عيش طيور السنون ومناسب لبناء أعشاشها. ذاك النوع ديال الطير اللي سميتو السنونو، انت كتشوفها على العشوش ديالو. شوف سبحان الله كيفاش كيديروا العشوش ديالهم في الجبال. الله شوف كيفاش هذا كيفاش داير طاح من هنا كنت شي عش ولا كبيرة. إنه وكغيره من الطيور والكائنات يرتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة، وكل ممارسة زراعية تمس النظام البيئي فهي تؤثر بشكل كبير على الكائنات الحية وعلى أعدادها وأنماط تغذيتها. الوحل والبرك والقش وافرة، والأرض طبيعية لم تتعرض لما تعرضت له نظم بيئية أخرى بسبب تدخل الإنسان واستزراعه لمساحات واسعة معالجة بالمبيدات والأسمدة وبكميات. الجانب الثاني في علاقة بن حيون بالوادي، إذن لأن الماء هو مصدر الحياة، ولأن كما قال هيرودوت مصر هي هيبة النيل، على أن نهر شق الأرض كان له الجانب الأساسي في استقرار مجموعة من السكان على ضفافه، منهم بنو أولاد علي، منهم بني حسان، منهم أولاد سعيد، منهم وكذلك حتى قبائل القصور، قبائل أولاد الحاج الذين استقروا في البسيط. نجد على أن كان لواد شق الأرض إذن هذا الدور الكبير في الاستقرار. تساهم خصائص مناخ المنطقة المتسمة بالبرودة شتاء وبالاعتدال صيفا في توفر موارد مائية مهمة فوق هذه البنية التضاريسية لجهة فاس بولمان التي يتجاوز ارتفاع أجزاء منها أكثر من 1200 متر، فهنا يتواجد أكبر خزان للمياه الجوفية والسطحية بالمغرب. معطيات طبيعية مكنت من إثراء كلتا الشبكتين المائيتين معا لتبقى مع ذلك موسمية الجريان المتراوح بين الضعف والقوة. عندك واحد الحنش هذه لا كولير اسمها لا كولير فيتيرين ديال الماء، ما فيهاش السم زعما. لا ما فيهاش السم، كتعض كيخلعوني كبير. لا ما تخاف والو، فيها ما فيهاش السم، هي كتعض وين ما دير هي هذه سي تان ادولت اللي ادولت هاد البلعه فيك الله يخليك. سمعتيها كتنفخ. وي سبحان الله. خليوها ترونكيل دابا جا الصاد هي تبرد خرجت. واو وكبير. ها عندك راه كضرب. كبير. هذه ديال الماء هذه تيضرب. عندك الطبال. شوف كيفاش داير. خاش بغا يدافع على راسو دابا، سي نورمال حنا ديرونجيناه غنتلقاوه في الماء ياك تلقوه باش يمشي. واو مشى. يلا نمشي. منظر زوين هنا. واش طلعتيو للواد ورقه طلعتيو الفوق ما طلعتيو الضيق ديال الجبال. كاين دوك المعارض لقيتيو شي معارض هكا محاصرين في الواد ودخلتيو داك القلته مازال غتزيدوا الفوق مازال حتى الولاد علي كاع تقريب. انا كنت مازال فرخ صغير كنقيلو تما الحمام تما غير كتشد الحمام هكا وكل خير موجود وانقاذ داك الشيء داك المنطقه ما كانش يدخلوها غير الرجال اللي صحاح ما تقدرش تدخل القلته حتى لهنا تتغبر. نقاس الماء فينا هو شي ماء وفي ديك الساعات العيون كانوا داك الجبال اللي كتشوف كان العيون كيهودوا الماء كيهود منهم الماء. الواد كيهودوا تما الماء وكان النحل كيضرب في ذاك الاخر في ذاك الجبال هذو كان النحل كيسرح من تما. تقريبا شحال من عام دابا فاش كان ديك الوقت هكاك؟ غادي تكون تقريبا ما بين 56 سنه. انا على ذاك التاريخ اللي تنعاود لك عليه. تتمثل الشبكة السطحية أساسا في مجموعة من العيون والشعاب المائية والمسيلات، بينما الشبكة الجوفية فمواردها وهو أيضا أضيق من أن يرقى إلى مستوى ممرات أريقت من أجلها الدماء فترة حروب المضايق عبر العالم. تصل هذه القناة المائية بين مسطح مائي نابعا من واد المسارح بعيد حسان ووادي ملوية العظيم مرورا بولاد علي إلى حيون حتى أوطات الحاج. يتراوح معدل التساقطات المطرية بهذه المنطقة ما بين 450 و 600 ملم سنويا،
وأقل بكثير في المنطقة الثانية شبه الجافة المنتمية إلى الهضاب العليا لإقليم بولمان ميسور، حيث لا يتعدى معدل التساقطات 250 ملم. للمضايق سحر خاص، لكن هذا المضيق ذي الأهمية الفلاحية أبهى وأبهج. كل شيء هنا طبيعي على أصله لحد الآن، لا نفايات ولا أسماء ولا رسومات ولا كتابات سخيفة تعكر صفائها الخلقي. تعتبر المضايق من أشهر الظواهر الجيولوجية التي تساهم في صياغة معالم طبيعية بارزة، وهو غالبا نتاج لحركات أفقية لصفيحتين تكتونيتين من الصفائح التي تشكل القشرة الخارجية للكرة الأرضية، فيحدث الصدع الجيولوجي بين صفيحتين تتحرك إحداهما بسرعة أكثر من الأخرى وحسب المواسم، مع تسجيل ضعف في الشبكة الجوفية في بعض أحواز المنطقة المتسمة بطبيعة صحراوية. شهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة وعلى غرار الجهات ككل خللا واضحا في انتظام كمية التساقطات المطرية به، لأن معدلاتها مع ذلك تبقى هي الأعلى على المستوى الوطني. سيدي احمد، احنا وصلنا للفان ديال الواد. الحمد لله داز كل شيء بخير. احنا كنديروا لفان الفينيست بهاد العومه هادي، كنبردوا شي شويه نحيدوا العيا ديال الطريق. المنطقه بغيتي نسولك على المنطقه شنو اللي خصها بزاف ديال الحوايج. شنو نقول لك بالنسبه للمنطقه باش انها تزيد لقدام وتوصل تزيد تبان للناس؟ بالنسبه للمشاريع اللي غيخدموا في المنطقه، من غير المشاريع السياحيه ما كنشوفش شي حاجه اخرى بانها هي اللي غتخدم في المنطقه. بزاف ديال الحوايج اللي جربوا الناس، بزاف ديال الحوايج اللي داروهم ما نجحوش فيهم. علاش؟ حيت المنطقه عندنا منطقه سياحيه، منطقه جبليه كيف ما شفتي معايا. فاش كنمشيو كنهضروا على السياحه كنهضروا على بزاف ديال الحوايج، كنهضروا على الجبل كاين، كنهضروا على المضايق كاينين، كنهضروا على الطبيعه كاينه، كنهضروا على الشلالات، على العيون، على الثلج، على الغابه، على بزاف ديال الحوايج، كنهضروا على الاعشاب، كنهضروا على كيفاش تنقولوا على الثقافه ديال الناس كيفاش تيعيشوا. يعني المنطقه بثقافتها بزاف ديال الحوايج. دونك انا هذه هي الفكره ديالي، زعما ديما تنقولها. وانا كواحد في هذا الميدان هذا ديال السياحه الجبليه، ما كذبش عليك، كانت فكره خرجت للوجود. يعني الحمد لله كاين اقبال، بدات المنطقه كتبان، بداو الناس كيعرفوا المنطقه، بداو الناس كيجيو. ومن غير المشاريع السياحيه المنطقه، حيت المنطقه ديالنا منطقه سياحيه، تشتها معايا بزاف ديال الحوايج. امين يا ربي، امين. نتمناو الخير. وقد تتعرض المناطق المجاورة لهذه الشقوق لخطر الزلازل في المواقع الأقرب منها الشق، لكن معظمها ضعيفة وغير ملموسة. انا نقيت تبارك الله بزاف كاع شغال نقي دابا قلتو. وإذا أضيف إلى هذا المعطى ما تشهده الكرة الأرضية من تغيرات في نظام مناخها ومن ظهور أنماط مناخية جديدة وظواهر طبيعية غير عادية، فإن خطورة هذا الوادي حتما تصبح أكثر حدة من ذي قبل. من الراس حتى للراس سنويا تنبقاو تمشيو فيهم بحال هكا غير في الصيف، حيت في الربيع كيكون الجهاد بارد ديال الثلج، كيكون بارد بحال هادشي اللي عاودت لك اللي وقع في بني حيون. جاب هادشي جا في 2005 فاش وقع داك الفيضان وتجمع هادشي الفوق والسد الفوق في الدخله ديال هاد لي كورج هاد. سد هاد الخشب هذا وتجمع الماء وتكب رجع الماء رجع مزيان تعمر الواد وتكب الطرطق، وديك الساعه تبدا اليوم هاد البلاد لتحت صافي، حيت مازال مزيرين الداخل. هادو هما لي كورج ديال ركان اللي قلت لك اليوم، فاش قلت لك غادي نمشيو لواحد البلاصه اللي مازال ما تصوراتش كاع. وهذا هذا ركان، هاد لي كورج هاد المضايق. اليوم بدأ الوضع يتغير. جاو فوق شق الارض من هنا تيدوز. لا حدود لعشق الوطن عند أحمد إن قولا أو فعلا. فلا يحدث أن يغادره لسبب من الأسباب دون أن يحن إليه، كما تحن الطيور إلى دفء أعشاشها، والحيوانات إلى حمى أوكارها، والبشر إلى طمأنينة أوطانه.
الجهه الفوقانيه سرحت شي 4 سنين الماعز كل نهار. كنت كندير العزيب، كنت كندير كل مره وشنو. وفي الصيف كنجيبوهم لهاد الجهه باش نهبطوهم باش نوردوهم الماء هنايا وعاد نوليو نطلعوا. زعما كانت تجربه زوينه، تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج. ومن تما جات الفكره ديال انني نبقى نتصرف في المنطقه ونبقى نستقبل الناس على اساس نوريهم المنطقه ديالي شنو فيها بزاف ديال الحوايج. إلى جانب هذا المضيق الشيق بنسيمه العليل وجوه الرطب ومائه العذب السيال، تزخر هذه البقعة من فضاء الأطلس المتوسطي بعالم غني بالمناظر الطبيعية والحياة البرية، فضلا عن معمار جميل وفريد لقرى حيون وضواحيها الحاضنة لحضارات بشرية ولهجرات مختلفة دللتها ثقافة محلية أمازيغية ضاربة في القدم. تحت ضغط هذه الهواجس بادر بعض شباب الناحية إلى إنشاء مشروع على أساس من الوعي البيئي لاستقطاب أمواج السياحة الجبلية والثقافية، مما سيساهم في خلق مناصب شغل مختلفة واستثمارات جديدة لرواج القلب أزهرت ولدنية مستدامة وتعزز مناخا يعشق اختبارات المائية التي تجري معه في الشرعية، وبرغم وقوع موقع المجال المحفز والمستفز علميا وسياحيا، إلا أنه لم ينل بعد حظه لا من التعريف التاريخي ولا الثقافي الإثنوغرافي ولا السياحي، فضلا عن أن ينال حظه من المبادرات التنموية الجادة، ثقافة متوارثة منذ سالف العهود لبنية بشرية استقبلت وفودا غيرت جزءا من معالمها الأصلية دون أن تلغيها، لكنه لا زال يعد بالكثير وبالحياة والخيرات لو توفرت مبادرات لاستدراك استغلاله من أجل تنمية محيطه من جديد، مبادرات من شأنها أن تمكن من إبطاء سرعة التحول والتخريب الذي أضر بهذا المجال. فمن يتطوع يا ترى لبناء جسر من الأمل وقوة العزيمة كما فعل الأوائل على نهر اليأس المتوهم هذا؟ طالما حظيت قرية آيت علي بحظ وافر من المياه، هما اللي تيرشدونا الطريقة ديال موقعها فوق ضفة وادي المسارح وبين جبل بناصر وأسراط عاملين يعززان هذه الوفرة. داعية التغيرات المناخية المحلية والدولية وصلت، وبدأت إرهاصات أزمة مائية متربصة، ومع هذا الخطر القادم أصبح من اللازم مراجعة أساليب تدبير المياه في هذه الظرفية الصعبة، وكل تهاون أو استهانة بهذه الآفة سيزيد الوضع تأزما، وقد تؤول الأمور إلى ما لا تحمد عقباه في قادم الأيام. كل صور التدهور البيئي تتجسد هنا، غادي تستغل بنفس لا شجر ولا حيوان ولا دبيب ولا حس ولا إحساس بعالم أحيائي، إنه ملجأ يوفر لها بسخاء معايير الرعاية والحماية. غير أن هذه المنطقة بالذات لأحواز تطلحاج تتوسط مجالين مختلفين، ومن تما الحمد لله الأول جبلي بقرى آيت علي وحسان يميزه مناخ قاري شتاء ومعتدل صيفا، والثاني تغلب عليه الهضاب وبعض المسطحات ذات التربة الكلسية الداكنة المحصبة، وفيه يسود مناخ بارد شتاء وحار جاف صيفا. كل خطوة هنا بمثابة حوار واستخبار واستفسار، أرض ضحية لجور الإنسان وخشونة المناخ الشموس الجامع. تمد بصرك فلا ترى إلا القفر والضمور والتدهور. بمحيط قرية آيت علي فلات مترامية الأطراف أشبه ببيداء تشكو القفر والفقر والحاجة إلى غطاء غابوي يحمي أرضها من التدهور والتصحر. المعضلة البيئية التي تسببت في النزوح وفي مزيد من الفقر الأحيائي الإيكولوجي والبشري. فوق هذا العراء تنمو نبتة تؤدي الدور الكبير في تثبيت هذه التربة الهشة الغرامية من الطين الخشن، إنها شجرة العزير الكثة الدائمة الاخضرار. في طبيعة أوراقها وفي قصر قامتها يكمن مؤشر من مؤشرات ندرة المياه والقحولة والتصحر. تربة هذه السهول لا تبدو فقيرة ولا خفيفة، لكنها تعاني ضآلة التساقطات وقلة انتظاماتها. لقد عانى غطاؤها عبر أزمنة خلت من آثار سلبية لتغيرات المناخ ومن تدخلات بشرية جائرة. تجلس تيبس على حسب الجو يا 3 أيام 3 سيمانة على حسب الجو باش تيبس، ومن بعد
تنجيو نحطوا واحد الباش، خصو يكون هذاك الشيء نقي، تتحط باش وبقى الدق. الدق حتى تحيد هذاك الديشي وتبقى لك الاخر النبت الورقه، تجمعها في اكياس تا هما خصهم يكونوا نقيين. المده راك شفتوا كما شفتوا العمليه دابا. بعد كديهم في الاكياس كيمشيو من بعد فاش تنديرهم في الاكياس، حيت رانا دابا النسبه في الديبو، بعد تستف تجمع هذاك الشيء اللي عندك وتديه للناس. في المغرب ينمو إكليل الجبل غالبا في غابات الريف والأطلس وفي المناطق الشرقية، وله فوائد على الصحة اكتشفها الإنسان، كما استعمل ولا يزال في التغذية والطبخ وإعداد الأطباق والحلويات كعشبة منكهة ومنسمة. ومن رحيق أزهاره يستخرج النحل عسلا معروفا بجودته العالية. وللأزير أيضا مكانة في صناعة العطور منذ القدم، ويعد المغرب من بين 3 منتجين عالميين أوائل في إنتاج زيوت الأزير إلى جانب تونس وإسبانيا. هذه بالنسبة لنا أنها تتغربل وتندفعها للشركات هنا في المغرب، أن تكون بيناتنا اتفاقيات وما تيصيفطوها لبرا. كتستغل لا برا ماشي كاين شي حاجة منها تستغل هنا في المغرب وشي حاجة تستغل. لا يستأثر الفريق المستثمر في هذه النبتة بعائداتها المالية لمصلحته الخاصة فحسب، بل يقدم منها لمنطقته بقدر ما يأخذ. فقد يجني بعض الأرباح لصالحه، لكنه لا ينسى اقتطاع أقساط منها للإسهام في إنجاز بعض المصالح التي تعود بالنفع على الساكنة. الغابات على استغلال مادة أزير، تنستغلوا المادة ومقابل ديالها تنديروا واحد الخدمات للمنطقة، من بينها هاد النقطة المائية اللي نوريكم دابا، أن كل عام تنديروا شي نقطة مائية هكا، ولا تنصوبوا الطريق، تنصوبوا كل عام تنقادوا واحد الكيلومتراج ديال الطريق، كل عام على حساب داكشي اللي بيننا وبين المياه والغابات. تنصوبوا دي كابيون الحواجز على حساب النجارة في التراب، تنصوبوا كل عام ممكن 200 300 400 كل عام على حساب داكشي ديال المياه والغابات. وداكشي تيعود للمنطقة مزيان، أننا تنحاربوا داكشي ديال النجارة في التربة، توفر هكا الناس السر، كلشي تيستافد، توفر للناس هكا اللي السراح عندنا الماء، تتوفر للحيوانات الماء. بالنسبة للطريق أن ربما أن الله يستر لنا شي عافية، تتسهل على الناس المسؤولين وبالتعب بشراكة مع التعاونية باش تطفى. وبالنسبة للكابيو راك عارف الدور ديالو، تيحارب النجارة في التربة بحكم أن التضاريس المنطقة صعب، أن خصنا الكابيو. والحمد لله أنها من نهار دارت التعاونية المنطقة ولات مزيان، النبتة ولات مزيانة، الحمد لله أمور ماشية مزيان. لم تكن نبتة الأزير وحدها هي نهاية اهتمامات المنشغلين بهذا الهم التنموي، بل هي بداية تبشر بأجمل البدايات في العطاء وصقل المهارات وترشيد الهوايات. نبتة الحلفاء لأهل هاته الشعاب فيها هي كذلك مآرب أخرى. مليكة مرضي فتاة في 21 سنة من عمرها، تعيش مع أسرتها بدوار زاوية سيدي عبد الله المحسوب على جماعة عيتعلي ويوسف ببولمان. فوق روابي مشرفة على منزلها تحش مليكة حزمات من سيقان عشبة الحلفاء أو الورقة النبيلة كما يحلو للبعض أن يسميها. هي شائعة بهذه السفوح المطلة على الواد، فاغتنمتها هذه الفتاة فرصة من فرص الكسب كي تساهم مع والدها في إعالة أسرتهما. تجز حاجتها من خصلات العشبة ثم تقفل راجعة على عجل إلى البيت مشيا بلا تكاسل. ملكة مرضي اللي وليت تسلى وليت تساور، ولا كاين لا تسري شارع تفهم، لا تعاون دي تدار في شغل الدار، انت دارتك كاملتي لا تقيت، لا تكتين ودا زي عقل الناس، لا تسجد سي مسجد زربيين تزربيين. انت بغيت واخا الى العقائد وليت تسلى وليت تساور، ولكن نتيت ما الا شنو العاق من 7 عيال الى 4 عيال تاع المعاق نسنيت نتعيات ولي السور ولي تسلى التوال والدقاية ويش قاع التوال السينية قاعد يخدم شا ولا
خاص يمكن قاعد ذاكرات صافي ويقيم وما تعيات غير تشتعل لا تسلم الناس نيت فهمت مشتعل ثاني لا تسيد تقدم الزوج اللي في الناس الزوج اللي في الناس الزوج اللي في الناس لا تستانتس دير فكرات الزوج اللي في الناس نضي الثاني والنسوان قيس نروح زعما علمنا خلينا شادين على المعاقين خصها عمرا نعمرا زعما انا داسني اكثر مخزن شان الدعم باش هادين تاكدوا مسوخا مسوا اللي السوال عمر خاص زعما خير كواري نحن ندي في شان الدعم زعما زيد الدوله هذا نعمر خير كواري تاع الفيق فوان على قاس نخشن البركه لا تاع الفيتن توالف كيتسنت فهمت لا تتشاسن العارف تتشاسن مان تتشاسن انت بغيت هذاك تخدم لا تواردا تكل انت بغيت هذاك دي غاس هذا المشكل الناس وليت السوار وليت تسلا مش تستعي تم داسيت الحاجه هذاك تتساوي ملكة لا تسمع ولا تتكلم ولا تستطيع أن تفضفض مسموعة كالجميع، لكنها لم تتضعضع ولم تظلم الأرض في وجهها، ومن داخلها تتحدث لغة أخرى تحث بقايا الأمل في حشاشاتها للبحث عن مدلولها الإنساني عبر الإبداع والابتكار ما استطاعت. تقرا غاس رسالة لاشكاخ المعلمين اللي تقرا غاس رسالة عندي 6 سنين صافي غاية في من صات كمل غاداتنا تخصص الهدار تخصص بزاف ها ماما أنا ما نيش أسيس أسات مقال ما تقري ما تخص القراية ما تخص الفلوس تكتين ودمن وتكتين ودمن وتكتينها من تتكين امتزاز تدفع الفلوس تيتين ما يخصن انت تسيح لكن لا تكتين وداي باش تنتزاز شوين الفلوس هادي خاين اللي يخصن تي عبان تي لا ما استطعت تتسوى أنا منا ما استطعت الجموس ما استطعت تتسوى وتكره نيش فكره وأنا نتناش يدي قاور سيدار بالزيت مزي محمد مرضي راض بقضائه. إنه يعيل 9 أطفال، 3 منهم ذو احتياجات خاصة، آخرهم فقد سمعه وبصره وذاكرته في سنه 23 وهو في مستوى 9 إعدادي. أب يحلم بغد أفضل ويطمح في مستقبل يدفع بابنته وبصنعتها كي تنمو وتزهر، كما يطمع في مد يد المساعدة له لإعالة منزل المبتلين هذا، لعله يرتاح قليلا من أعبائه المضنية، ولعله ينال نصيبه من بهجة الحياة ومن مستقبل مطرز بالمسرات شبيه ببساط الزرابي والأغطية التي تحيكها زوجته، وبالأطباق المزركشة التي تبدعها ابنته الملهمة. ينم نشاط سكان الأطلس الملحوظ ومشاركتهم الدائمة في المجال التنموي لمناطقهم عن ارتباط قوي بأرضهم، أرض جعلوا منها غايتهم وموضوعا لاستثماراتهم وهدفا لتفاعلهم وكدهم الدائم. غير أن هذا التعلق ليست له علاقة بغنى الأرض أو فقرها فحسب، بل كذلك بدافع يعبر عن علاقة روحية وثيقة بجزء من أجزاء الوطن وبأرض طيبة الأعراق وحبلى بموروث أجدادهم. إنه الباعث الحقيقي الذي يدفع بهم كلما دعت الحاجة إلى الذود عنها بلا هوادة في الزمان والمكان. وقليل هم من يضيق بهم هذا الفردوس الجبلي بما رحب وأعطى وأغدق العطاء، ولربما هذا الصنف ممن بأحلامهم علل يضيق بها هذا الثرى الرحب والمرحب،
فغالبية الناس هنا نشيطون ولا وقت لديهم أحيانا حتى لأجل حق أبدانهم وأرواحهم. أوقاتهم من بزوغ الفجر إلى المساء كد وعناء في عناء من أجل لقمة عيشهم ومستلزمات حياتهم. من أمام غار حمري الواجهة بثقبين شبيهين بعيون ترقب حمى قرية عيتعلي، ربط السيد محمد الشو باللحسن حماره أبا صابر، ثم تركه في عقاله متوجها صوب مدخل نفق تحت الأرض. عبر درج هش محفوف بالخطر ترنح الشيخ باطمئنان ينم عن خبرة ودراية قديمة بدهاليز هذا التجويف الخطر. خطر يبقى نسبيا مع ذلك، بينما في الداخل الخطر أكبر. لكن ما يبحث عنه السيد محمد والمتعاون معه في الداخل هو الغاية التي تحفزهما لركوب المجازفة وبإقدام وتحمل لمشاق التزحلق أسفل هذا النفق. إنهما يبحثان عن الملح، سيد الأطعمة. الوصول إلى هذه المادة الحيوية هو تلك الغاية التي يضحي من أجلها الرجلان ويبذلان غاية جهدهما من أجل استخراجه من داخل هذا الغار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعاون. الله يرحم الوالدين مالك. يا بخير. لباس الله يبارك فيك. اش كنتعملوا هنا؟ حنا نحيدو شوية منها. ستيسان. السلام عليكم. سلام سيدي لاباس. الله يعاون. وهذه كلشي مزيان. اجا الملحة. خاص تتجمع. شحال هادي وانتم خدامين في هذا المنجم هذاك؟ هذه الملحة من زمان قديمة بزاف كاع. بزاف قديمة مازال كاع. وتي خرون يخدموا فيها الجدود ديالكم. خدموا جدود وخدموا جدودكم. جدود. انت دهت فايد المليح. المال يولي بنادم ثلاث شحال ما مشيت سهليت مشيت شليت لا يهدوا الصحة. راسك كان يولي انت شي تولي بنادم ولاد بنادم صحات تا بنادم تفولكياس تفولكياس بنادم جون راس الخبيث تا ساعة تستوي السغن وراك تسنزانو. لا نسنزاوه واش كتسكري كيلو؟ تما ماشي كيلو نمشي نسنزاو واحد القفة شحال كدير القفة؟ 500 درهم صافي. هي رخيصة. ترخص تما ترخص وين تما نستقسح وكاع ثمنها وكاع. مش كاين لا حماس عمرك العمر 1946. بغيتي كاع نجربو نديرو واحد تيست. الحسين مشدة يدو خصيت نديرو ثلاث خبوش هنا. لا ودو خديجة خبو ودا شويه ديال الحارة السياق واحدين شويه غير شويه ومشى نجي خبو يزري. واضح لكم هادشي بعينيكم. ايوا يداواو. شاوتي حسين انا خدام معكم. علاش؟ توفر هذه المنطقة البولمانية بما تتوفر عليه من جبال ومسارات ووديان ومضايق وضايات وعمران تقليدي أصيل مكيف مع المناخ، سياحة جبلية وثقافية لا يمكن إلا أن تكون مورد إلهام من خلال استجلاء ذاكرة هذه الأمكنة. أمكنة في علاقة جدلية مع قاطنيها بلسانهم الناطق الرسمي عن هذا المجال الذي آواهم واحتضنهم.